أول ما أي خبر يطلع عن الرز الناس كلها بتقلق والسوق كله بيتقلب حتى لو الخبر ده مش صحيح أو خبر قديم. الفترة اللي فاتت ناس كتيرة صحيت على خبر بيقول إن أول مركب رز عريض الحب هيوصل للموانئ المصرية الأسبوع اللي جاي لدعم استقرار الأسعار. إن مصر هتستورد 250 ألف طن رز أبيض، وطبعا أول رد فعل كان إزاي ومش كنا مكتفيين ذاتيا؟ هو في أزمة جاية ولا إيه؟ والأسعار هتغلى تاني؟ والحقيقة إن الأسئلة دي كلها منطقية جدا، بس المشكلة مش في السؤال، المشكلة في الخبر نفسه، لأنه انتشر من غير تاريخ ومن غير سياق ومن غير ما حد يقول إن الخبر ده قديم أساسا. في الفيديو ده بقى إن شاء الله هنفصل الحكاية من أولها لآخرها، وهنجاوب على كل الأسئلة اللي في دماغك. الخبر ده طلع إمتى؟ وهل حصل استيراد فعلا ولا لأ؟ وإيه وضع الرز في مصر دلوقتي؟ والأسعار مستقرة ولا لأ؟ وهل في نية لاستيراد ولا نية حتى للتصدير؟ كله ببساطة ومن غير تعقيد وبالأرقام هوضح لك كل حاجة. أولا نرجع كده لأصل الحكاية، خبر 250 ألف طن جه منين؟ علشان نفهم اللي حاصل دلوقتي لازم نرجع بالزمن شوية، وبالتحديد لشهر أكتوبر 2023. في الوقت ده أسعار الرز كانت مرتفعة جدا، والسوق كان متوتر وفي شكاوي من نقص المعروض، وفي ضغط كبير على الحكومة. ساعتها بقى وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت التعاقد على استيراد 250 ألف طن من الرز الأبيض. الاستيراد ده تم عن طريق 5 شركات من القطاع الخاص. الهدف كان زيادة الاحتياط الاستراتيجي وضبط السوق وتوفير الرز بسعر مخفض. وقتها بالفعل الرز اتطرح في المنافذ بسعر كان في حدود 20 جنيه للكيلو، وده ساعد يهدي السوق لفترة بسيطة. يعني الخلاصة هنا الخبر صحيح 100%، بس يخص فترة زمنية قديمة، تحديدا في أواخر 2023. المشكلة الحقيقية بقى لسه الخبر راجع يتنشر في 2025. هنا بقى لب الموضوع يا جماعة. اللي حصل ببساطة حد خد خبر قديم نزله تاني من غير حتى ما يذكر التاريخ ومن غير ما يوضح سياق الخبر، فالناس شافت الخبر افتكرت ان في قرار جديد او ازمة جديدة او نقص في الرز، وده خلى القلق يزيد والاشاعات تنتشر، وبعض التجار بيستغلوا الجو. الناس بتبدأ تخزن مع ان الوقت مختلف تماما. وضع الرز الحقيقي النهاردة في مصر، هنا بقى نسيب الاشاعات على جنب ونمسك في الارقام الرسمية. الاكتفاء الذاتي بحسب تصريحات شعبة الرز باتحاد الغرف التجارية ومسؤولين في القطاع الزراعي، مصر في نهاية 2025 حققت اكتفاء ذاتي كامل من الرز الأبيض، وكمان عندها فائض يقدر بحوالي 750 ألف طن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإنتاج المحلي مكفي والحمد لله، والاستهلاك مغطي وفي زيادة فوق الحاجة، وده سبب أساسي يخلي الاستيراد غير مطروح أصلا. الأسعار في السوق النهاردة، تعال نبص كده على الأسعار بهدوء. سعر كيلو الرز الأبيض للمستهلك من 24 ل 35 جنيه للكيلو، على حسب طبعا نوع الرز وجودة الضرب ومعبأ ولا سايب، وعلى حسب المنطقة. سعر جملة بيتراوح من 22 ألف ل 25 ألف جنيه للطن. وبالنسبة للأسعار دي يا جماعة مستقرة نسبيا، ما فيهاش قفزات وما فيهاش أزمة. يعني السوق مش سوق نقص ومش سوق ذعر، وسوق طبيعي جدا. تعالوا كده نخش على أسعار الرز الشعير النهاردة. وصل سعر الرز الشعير العريض من أرضه النهاردة من 14800 جنيه وبيوصل لحد 14500 جنيه، طبعا على حسب نسبة التصافي وجودة البضاعة وعلى حسب طريقة السداد. الرز العريض بيصفي على بضاعة من 680 ل 700 كيلو جرام رز أبيض لكل 1 طن رز شعير. في بضاعة تانية بتصفي 500 كيلو وبضايع تانية بتصفي 400 كيلو، وده السبب في الاختلاف الكبير في أسعار الرز الشعير العريض. أما سعر الرز الشعير الرفيع النهاردة تنفيذ من على أرضه، متوسط سعر الطن من 13100 ل 13200 جنيه، والأسعار وصل للمضرب بتزيد من 200 ل 300 جنيه على حسب طبعا جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل وهامش ربح التاجر.
أما سعر الرز الأبيض العريض من أرض المضرب ده أعلى جودة مخدومة كويس زيت وبخار وسيروتكس كسر من 8 ل 10%. متوسط سعر الطن من 24,100 جنيه ل 24,300 جنيه. أما سعر الرز الأبيض الرفيع النهاردة بضاعة أعلى جودة زيت وبخار وسيروتكس كسر من 8 ل 10%. متوسط سعر الطن من 20,200 جنيه ل 20,400 جنيه. مخدوم كويس من المضرب زيت وبخار وسيروتكس ومتعبي فيه شكارة وكمبيوتر. طبعا كلما زادت نسبة الكسر السعر بيقل، كلما قلت نسبة الكسر السعر بيزيد. عندنا أسعار مخلفات الرز النهاردة: السرس المطحون من 2000 جنيه ل 2200 جنيه. سعر الكون النهاردة متوسط سعر الطن من 12,500 جنيه ل 12,700 جنيه. أما كسر الرز الناعم متوسط من 12,700 ل 12,800 جنيه للطن. والأسعار دي من أرض المضرب، وده كل ما يخص أسعار الرز الشعير والرز الأبيض وأسعار المخلفات. طيب في سؤال مهم جدا النهاردة: لو عندنا وفرة ليه الناس حاسة بقلق؟ الإحساس بالأزمة مش دايما سببه أزمة حقيقية، ساعات بيكون سببه خبر ناقص أو عنوان مضلل أو إشاعة متكررة. ومن أكتر الأسباب اللي عملت إحساس القلق إعادة نشر خبر قديم، عناوين مثيرة من غير توضيح، وتجار بتستغل الخوف، وناس بتخزن من غير داعي. ده كله بيخلق أزمة نفسية مش أزمة سوق. هل الحكومة ناوية تستورد رز تاني؟ الإجابة الواضحة والصريحة لأ يا جماعة، العكس صحيح تماما. اللي بيتناقش حاليا في 2025 فتح باب تصدير الرز، الاستفادة من الفائض وتوفير عملة صعبة ودعم الفلاح. يعني بدل ما نجيب رز من بره بقينا احنا اللي هنبيع رز للخارج، وده فرق كبير جدا طبعا. لما نيجي نعمل بقى مقارنة سريعة بين 2023 و 2025، خلينا نوضح الصورة أكتر. في 2023 السوق كان متوتر والأسعار مرتفعة ونقص في المعروض وكان في قرار للاستيراد. أما في 2025 عندنا الإنتاج وفير وفائض كبير وأسعار مستقرة وتفكير في التصدير. يعني اللي بيقارن بين الفترتين من غير ما يشوف التاريخ طبيعي يطلع نتائج واستنتاجات غلط. دور الإعلام بقى والسوشيال ميديا في الأزمة دي بصراحة جزء كبير جدا من المشكلة، سببه النقل من غير تدقيق والسعي وراء الترند والعناوين الصادمة. وخبر زي ده مصر تستورد 250 ألف طن رز لو اتنشر من غير تاريخ ومن غير شرح ومن غير تحديث طبيعي يعمل بلبلة في السوق. علشان كده أي خبر اقتصادي لازم نشوف مصدره ونعرف امتى اتقال ونشوف وضع السوق الحالي. السؤال اللي دايما بنتسأله: هل الأسعار بتاعة الرز ممكن تغلى الفترة اللي جاية؟ في الوضع الحالي يا جماعة مفيش مؤشرات للأزمة ومفيش سبب منطقي لغلاء مفاجئ. أي حركة سعر هتكون محدودة ومش بسبب نقص. أنا عارف إن الكلام ده ناس كتيرة هتزعل مني، لكن مستقبل الرز في مصر خلال عام 2026 التوقعات بتقول استمرار الاكتفاء الذاتي واحتمالية فتح التصدير بشكل منظم واستقرار السوق المحلي. ليه بقى أنا عامل الفيديو ده؟ الفيديو ده مش معمول عشان يخوفك ولا يطمنك وخلاص، الفيديو ده معمول علشان تفهم وتميز وتاخد قرار صح. الاقتصاد مش معادلات صعبة، هو معلومة صح في وقتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.